السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أقلد حمدي وفاء في المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم يعني ربنا يا رب يكرمنا ويكرمهم إن شاء الله. طبعا الناس عارفة القناة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن مساعدة المحتاجين على قد ما بقدر وعلى قد استطاعتي. النهارده 17/7 بفضل الله وكرمه إطعام ل 30 أسرة. الإطعام النهارده الطبق أكتر من كيلو، كيلو وربع، وكيلو 400 جرام، كيلو 500 جرام والكلام دوت. مع الطبق كيس مكرونة ومعاهم كيس ملح. اهم حاجه الاطعام ده طبعا حبا في الله سبحانه وتعالى، بس اللقمه بتزيل النقمه، فالهمه شويه في الاطعام ومش عايزين نقصر في الاطعام يا شباب. بقالي كتير ما عملتش اطعام، انا مريحه شويه عشان صحتي تعبانه شويه، بس انا شغاله يعني. اللي عايز يجيب اطعام اول ما هكمل حق اطعام هعمله. شغاله على حاجات، انا كده شغاله على حاجات تانية كتير. اللي عايز يجيب حاجه للاطعام انا تمام. ممكن اكون انا مش بكلم الناس قوي الايام دي، صحابي واخده جنب شويه كده، بس انا بقيت تمام. وفي نفس الوقت اللي عايز يطلع اطعام يتصل بيا ويقول لي يلا بينا. اللقمه جميله وثوابها عظيم واجرها فظيع. دي حاجه. تاني حاجه صاحبه الاطعام النهارده هي وزوجها، جزاكم الله خير الجزاء. انا قابلتكم في اجمل مكان في الدنيا، في مكة وفي المدينة، وكنا مع بعض طول رحلة العمرة 16 يوم، من أجمل 16 يوم في حياتي ومن أجمل الشخصيات اللي اتعرفت عليهم. طنط جزاك الله خير هي صاحبة الإطعام النهاردة كله. الإطعام كبير، الإطعام حلو قوي ومكلف، والطبق كبير. أول مرة أكبر في الطبق كده بصراحة. دي حاجة. في حاجات كتير أنا شغالة عليها. النهارده واحدة الصبح كلمتني وقالت لي الرز بتاعها خلص. في نفس الوقت والله كان في رسالة تانية، رديت على الرسالة الأول، الرساله بتاعت الراجل. قال لي هبه، شاب قال لي هبه طلعي لي، كان من ضمنهم فلوس الرز. وسبحانك يا رب، والمبلغ التاني هيطلع صدقه لواحده برضه عايزه تكشف. فربنا كرم الحمد لله، ربنا ما بينساش حد. المهم يا شباب ان اللقمه بتزيل النقمه. الاطعام النهارده حبا في الله سبحانه وتعالى من اجمل ومن اطيب الناس اللي عرفتها في حياتي. انا 6 انفار او 7 انفار عرفتهم في العمرة، من أجمل الناس اللي هي الله أكبر عليهم في حياتي. جزاكم الله خير، وكل أصحابي جزاكم الله خير، كل اللي بيشارك وكل اللي هيشارك جزاكم الله خير. على فكرة أنا شغالة على حاجات تانية كبيرة لسه مع الوقت هتتعرض، وكل اللي بيشارك وكل اللي هيشارك جزاكم الله خير الجزاء.